انت بتتحداني على ايه يعني؟ ان انا اغسل التليفونات اهو. ادي التليفونات. ازيكم يا رجاله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صحيت النهارده من النوم على كومنت كده مش عاجبني. زي ما انتم شايفين كده على الشاشه، واحد كاتب لي اتحداك ان انت تجيب تليفونات عندك من القديمه، تغرقهم في الميه، وبعد كده تشوف هل هيشتغلوا ولا مش شغالين. طيب هو مثلا يعني في بعض من الكومنتات دي بتكون اللي هي ايه، يعني عاوز اشوف اخرك، او ان هي مثلا عايز اشوف ان انت فعلا هتعمل كده ولا مش هتعمل كده. طيب فخلينا نشوف تلات موبايلات. طبعا ده اصغر تليفون في العالم شفته لحد دلوقتي. التليفون الصغير ده تقريبا حجمه قد صبعي. ده برضو تليفونات قديمة، التليفونات دي كانت شغالة. طيب وبرضو في واحد كتب لنا التليفون ده كان عاوز باغة، كتب لنا ولع فيه التليفون، او ان انا برضه هولع في التليفون ونشوف هل هيشتغل تاني ولا لا. التليفون ده كان شغال، كان او التابلت ده كان شغال، كان محتاج باغة بس. طيب خلينا نبدأ بأول حاجة حد كتبها لنا وقال التليفون ده والله العظيم كان حلو قوي وكشافاته كانت حلوة، بس مش خسارة فيكم. هنغرق التليفون مية علشان محدش يقول انت بتعمله بس مية او انت ما بتغرقوش كويس. التليفون قدامكم. طيب ده السوكت بتاع الشحن بتاعه عشان تتأكدوا ان داخله كله مية. طيب نجيب أصغر تليفون في العالم. طب بص الحجم بتاعه في كف إيدي عامل إزاي، مش خسارة فيكم. صدقوني والله العظيم هتلاقي حد بيعمل معاكوا زي ما أنا بعمل معاكوا كده. التليفون ده كان من غير بطارية، بس كان بيقوم على الباور سبلاي. بعد هو تقريبا 3 خطوط او خطين وكارت ميموري، كان فيه بقيت خط هنا مش موجود، لكن كان بيقوم على الباور سبلاي. فبعد اللي هنعمله فيه ده هنشوف لسه بيفتح على الباور سبلاي ولا لا. طيب جرقناهم برضو علشان تشوفوا ان كل حاجة واقعية. هنعمل كده وهنغرق التليفونات مية. طيب نقفل عليهم كده. تعالوا بقى نشوف ان انا هل لو ولعت في الشاشة دي، طبعا دي كان عاوز باغة زي ما انتم شايفين كده. طيب هنشوف لو انا ولعت فيه هل الباغة بتاعته هتتصلح، او هل هيفتح، او هل هيجرى حاجة ولا لأ. فتعالى نجرب ونشوف. طبعا ده مش بنزين، ده نفط او تنر سريع الاشتعال زي ما انتم شايفين. طبعا شايفين النار عاملة ازاي، حاجة حلوة. طيب تعالى كده نجرب تاني، نولع تاني، بس المرة دي خلينا نتقل ايدينا شوية في المادة. شايفين النار؟ طيب انا حاسس ان هو هينفجر، والله مش بهزر. أنا حاسس ان في حاجة تكت فيه كده، او حصلت فيه حاجة جوه. فبصراحة انا مقلق البطارية بتاعته، يعني الحرارة تخليها تنفجر جوه. ده حاجة طبعا مش عاوزينها ان هي تحصل. آه دي اخر مرة هولع فيه، عشان بصراحة انا بدأت اقلق. طبعا النار اهي. انا بصراحة بدأت اقلق ان هو ينفجر. طيب الموبايلات دي طبعا مش هينفع نحط فيها البطارية دلوقتي، هنسيبها حوالي يومين في الشمس ونرجع لها تاني بعد يومين نشوف هتشتغل ولا لأ. هنا ده برضو انا بصراحة مقلق ان انا اجربه وبقلق اجي جنبه. خايف بصراحة ان هو البطارية تنفجر. عارفين طبعا انفجار البطارية بتكون عاملة ازاي. بعد يومين نصور حلقة جديدة ونشوف الدنيا بتاعتهم هتمشي ازاي.